قصيدة من تأليف الشاعر أحمد يسر مسلم، قصيدة بعنوان فخر العرب، إهداء مني لروح الشهيد محمد صلاح إبراهيم. هل سمعتم ببطل مصري بطل الكفاح؟ نعم أكيد سمعتم وعلمتم كيف عبر الحدود وقتل الأعداء وحقق النصر والنجاح. الاسم محمد والأب صلاح، اسم يعني الكثير من الجهاد والصلاح. اسمه على اسم نبي الأمة محمد الصادق الأمين، والأب على اسم الغازي صلاح الدين القوي المتين. وكان له من اسمه سبب في نصرة الإسلام والمسلمين، بقتله للظالمين أعداء الله وأعداء الدين. تباهوا بما اجتاحوا من أراضي المسلمين، تباهوا بما فعلوا في الأقصى، إنهم والله لمعتدين. حتى أتاهم البطل المصري محمد صلاح بالفتح المبين، وأراق دماؤهم على حدود أرضك يا فلسطين. محمد صلاح الذي وصفه الأعداء بأنه من التكفيريين، بلى والله بلى والله إنه من خير جنود الأرض المؤمنين. يكفيه شرفا أنه أذاق الأعداء العذاب المبين، يكفيه شرفا أنه كتب عند الله من الشهداء والصادقين. هل تعرفون محمد صلاح؟ هل تعرفون كيف صار محمد صلاح؟ هل تعرفون كم متر مضى في البراح؟ هل تعرفون كيف أصابكم بالجراح؟ هل تعرفون في أي وقت صار في المساء أم في الصباح؟ لا تعرفون، فأنتم الأعداء كالقشة في مهب الرياح. لا تعرفون سوى الألم الذي وضعه في قلوبكم والنواح. محمد سقط عليكم بالخوف والرعب في قلوبكم كالأشباح. محمد سجل في صفوفكم 3 أهداف و2 من الجرحى، وهذا أعظم افتتاح لما ستذوقوه على أيدينا من الدمار والاكتساح. فهذا محمد صلاح الذي جسد معنى اسمه لغة واصطلاح، وسنقولها لكل الأعداء بأعلى صوت وصياح: مصر والعرب، مصر والعرب لن يتركوا دماء الفلسطينيين المباح، وسننهال عليكم يوما بالسهوم وبالرماح، تماما كما فعل الشهيد البطل محمد صلاح. واقترب هذا اليوم الذي سيزيد فيه بكاؤكم والنواح، ونصيبكم بخيبة الأمل في شتى أنحاء العالم والافتضاح. فهذا محمد صلاح الذي جسد معنى اسمه لغة واصطلاح، جندي من جيوش مصر، جيش الشجاعة والكفاح. سقط عليهم محمد كالكابوس أو كالتمساح. والله يا محمد مهما قلت فيك فهو قليل من الامتداح، فأنت خير مثال نرد به على الأعداء القباح، ليعرفوا أن جيش مصر لا يتزعزع لا يزاح، ويعرفوا أن جيش مصر في خدمة الأقصى متاح، لكنه ينتظر اللحظة ليحل على الأعداء ويجتث جذورهم من الأرض أو يصيبهم الكساح، تماما كما فعل الشهيد البطل محمد صلاح. عليك رحمة الله يا خير مثال للجهاد ونصرة الدين والصلاح. عليك رحمة الله يا من لقبناك بحامي الحدود الأمين. عليك رحمة الله يا من أدخلت الفرح في قلوب الفلسطينيين. عليك رحمة الله يا من أصبت الأعداء بالبكاء والأنين. عليك رحمة الله يا من توكلت على ربك المتوكل المعين. ولأعداء الإسلام كنت كالسيف وبهم تستهين، وجعلتهم يدفعون الغالي والثمين بحياتهم، ولعائلاتهم كنت سببا في أن يكونوا حازنين. تخطيت يا محمد كل مانع حصين بشجاعتك وصبرك وقوة معصمك المتين، وبفرحتك بالشهادة التي كانت تملى الجبين. وللقاء ربك كنت مشتاق وكلك حنين. لهمك سور ولا همك كمين، ولا همك جنود الأعداء الكثيرين، لأنك جندي مصري قوي متين، خير أجناد الأرض بالدليل المبين. وللمرة الألف أثبتت أنت بأروع البراهين بسلاحك البسيط ومجموعة من السكاكين. عبرت سور العدو الذي عانى في بنائه سنين، وسجلت اسمك في صفحة التاريخ والتدوين بالخط العريض في نصرة
القدس والمسلمين. دفن جثمانك ووضع تحت التراب والطين، لكن سيظل اسمك يا أسد حي في العرين. رحمك الله يا شهيد الوطن يا ابن العشرين، وألهم أهلك الصبر إنه السميع المعين.